وانا كنت بكتب مقالات ضد الحكومه والثوره سنتين ثلاثه اللي ربنا يتقبل. بس انا عايز اقول ماشي. انتوا وانا عايزين نبني بلدنا ولا عايزين ننتقد؟ عايزين نبني بلدنا. يعني هو ده اللي احنا نحطه في دماغنا نمره واحد. مظبوط. احنا في فتره انتقاليه دلوقتي. امواج رايحه وامواج جايه حرجه طبعا، والنخبه السياسيه الهجاصه في التلفزيون والتوك شو ده يطلع من هنا يخش هنا، كل ده ما يجيبش نتيجه. لكن الحزب مش عارف ايه ده ما يجيبش. ده والاخوان تطلع وده احنا ده كله ما يجيبش نتيجه. انا عايز واحد يكلمني المستقبل البلد ايه؟ المستقبل ايه؟ انا يطلع بقى حد يقول لي، حد يطلع يقول لي في شهر 9 بلد تبقى امنه استريح. حد الاقتصاد مهبب، اتخانقت مع الدول العربيه وسجنت ناس منهم مش عايزين يجوا لك، وانت ما تقدرش تعيش على الاستثمارات اللي تجي لك من بره. انا بشتغل باخد 100,000 و200، عايز يجي لي من بره 300 400 500 عشان ازيد، فانا مش جاي لاستثمارات، واخد بالك؟ وانا قطعت مع الدول العربيه وامريكا بتديني وانتوا عارفين لازم تلعبك وتشخلعك وتحط على حجرها في مطالب قصاد اللي بتساعد. ويطلع حد في الاقتصاد يقول لنا احنا الاقتصاد هنعمل 1 2 3. خد بالك؟ التصدير هو اهم حاجه لنا، ان احنا نجيب عمله حره عشان تعمل القمح. المصانع كلها واقفه ما تشتغلش عشان المظاهرات والتحرير وبتاع. انا بقعد في فندق سمرانيس هنا بعض الايام، كان في السكن جوه حوالي 50% مش غالي. يوم ما اتقال ان هتعمل ليله التحرير جيت لقيت شنط فظيعه طالعه، كلهم مشيوا بقوا 2% 3%. الراجل المدير قاعد معايا قال انا عندي 1300 واحد مصري بيشتغل، اديهم مرتبات منين؟ فاحنا عايزين ايه؟ نفكر في المستقبل. الامن ده يتطبق ازاي؟ مش ان انا اشيل شويه ظباط ولاد وسخه، ما هو لازم اللي بعدهم هيبقى اوسع، يعني دول اللي جابوهم جداد هيبقى مع الرئيس الجديد، هيبقى مع الرئيس الجديد. ما هم عشان الملك اتجوز امي اقول له يا عم الشرطه كده، الشرطه تركيبتها كده، الشرطه هي تركيبتها كده ما تقدرش تغيرها. انا عايزك تطمني، انا تطمني على احفادي او اولادك او اخواتك او مراتك، تطمئن ان في مستقبل بره كويس. انا ابني عايش بيشتغل بره متجوز مصريه خارجيه يعني، يقول لي يا ماما الصوره وحشه خالص عندنا. يعني انا الاول كنت فخور ويقعدوا معايا وقعد غليط وبتكلم، اللي بسمعه بقى حرق الكنايس وحرق كذا وكذا، الناس مش عارفه تتكلم فيه. طب ما احنا ايام ال 17 يوم دي اجمل ايام عمري انا شفتها في حياتي، هي و6 اكتوبر هم ال 17 يوم. ثورة محترمة، شعارات محترمة، ناس محترمة، نظفنا الشوارع، عملنا، اتكلم علينا اوباما، اتكلم علينا فرنسا، الدنيا كلها. فين دول؟ ايد واحدة. احنا عايزين ده دلوقتي. مظبوط. انا امنع ليه دول يخشوا؟ انا اقفل قناة السويس يعني معناها ايه؟ اقفلها؟ يعني يخشوا يحاربونا يفتحوها ويحاربونا. 56 كلام مش معقول حتى لو بهوش. يا باشا ما هم بيضحكوا علينا. بس انا هرجع لك بقى، انا بس بقول لك بتكلم في النقطه الاولانيه ايه؟ النقطه الاولانيه ان انا بتكلم في المستقبل الاول، واي حاجه ثانيه ارميها في الشارع ورا. يعني انت لما تروح تنقل في شقه جديده تروح رامي الزباله والبتاع، واخد الحاجات الحلوه واخدها معاك. الزباله دي اللي مش عاجباك اهي اللي طلع في التطهير، اللي بيتحاكم، اللي بيتهبب، واخد بالك انت؟ ايه ان انا يعني مبارك واحد امبارح طالع يطلع في التلفزيون يقول لك 2 هليكوبتر نزلوا في كليومانتورا وخبونا واختفينا وبتاع. ما احنا ناخد برأي سجين. كليومانتورا ده الحوش بتاعه وحواليك اهو امارات. وبعدين مسافه منطقه سكنيه. ايامك كانت حلوه راحت الاسماعيليه، صبحي مرغلي اسماعيليه يا ريس. بالظبط. واخد بالك؟ فخلونا نفكر، يعني كل اللي نفكر فيه مش المحاكمه، مش كل ده هيمشي وهيجي وكل حاجه. هو نفس الراجل هيموت في 60 داهيه. ما هو القضاء كده يا جماعه. انا ليا قضيه رافعها على صاحبي بقى لي 20 سنه. الله هو القضاء كده. والله واحد شتمني كذا مره قلت سامحه وخلاص. هو ده القضاء. لكن هم بداوا يقولوا هنعمل بتاع خاص. القضاء عارف عباره عن ايه؟ نتيجه الضغط انك انت النيابه تشتغل كتير جدا
معلومات صح عشان ما اطلعش بره. بعد كده تخش القضيه. بيأجل لان الدفاع عايز يأجل عشان يقرا الورق. بعدين الدفاع يتكلم. انا ما حضرتك بقول لك انا اسالك في حضرتك وثائق وادله ومراهين عارف ملح السجون صح كبير صح كبير يخصص قضايا اللي عمله عبد الناصر. كانت ثوره صح. هو ده اللي كان كويس. بس هم الزمن صباح الخير يا حاج يا ريس الزمن غير الزمن. يا ريس انا اسال سيادتك انت ما ترشحش نفسك ليه؟ منور المكان. الله يبارك فيك يا حاج. يا ريس جاوبني. لا انت ما ترشحش نفسك. انا يوم ما عايزينك وزير تاني الوزاره الجديده مع الجنزوري ومع رياسه ومع الناس دي كلها. لا ما كانش مش عايز اغلط فيه. مش عايز اغلط فيه. ماشي ده رئيس بالك انا يوم ما طلعنا خلاص بعت لي الرئيس بعدها مرتين ثلاثه قلت له انا بطلت. انا يعني خلاص بطلت. انا بقى اعيش حياتي اشوف احفادي. كان في ظلم طبعا لا انا اتبهدلت. هقول لك عم الدوله عمل فيا ايه وكتبوا تقارير فيا ايه. هقول لك يعني اتبهدلنا يعني. شاكرين بيه. انا طالع بقالي 13 سنه يعني اتبهدلنا. سيادة الوزير لو استضفناك في سوهاج هل عندك مانع؟ نعم. لو استضفناك في مؤتمر في سوهاج هل عندك مانع؟ لا قوي بس سوهاج دي دايما ما كنتش احب اروحها. مشواركم بعيد. اسماعيليه عايزاك تاني يا ريس. معلش يا سيادة اسماعيليه الوزير بتقول ولا يوم من ايام السيد الوزير عملنا عايزين ان شاء الله ولا يوم من ايام نستضيفك يوم في سوهاج يا سيادة الوزير.